السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المتابعين الكرام، معكم إسلام من قناة إسلام دزاد. اليوم إن شاء الله وبحول الله تعالى جئنا نتكلم ونتحدث عن مباراة المنتخب الوطني الجزائري ضد المنتخب البوركينابي. صراحة هناك سؤالين مهمين حاليا راهم يتبادروا على أذهان الجميع، اللي هما: لماذا لم نفوز على منتخب بوركينا فاسو؟ وهل التحكيم في إفريقيا ضد الجزائر؟ انا والله العظيم كنت قادر البارح ندير الفيديو، ولكن قلت خليني نبرد شويه لانه مع حراره المباراه وما الى ذلك، وقلت تاني خليني راجع بعض الامور حتى اني نعمل هذا الفيديو بالشكل اللازم والمطلوب. شوفوا، في المباراة كان كاين امور ايجابيه وامور سلبيه، ولكن الاهم انه منتخبنا تحسن كثيرا. حتى ندقوا شويه عن هذا الامر، منتخبنا تحسن كثير مقارنه على المباراة الماضيه اللي تعادلنا فيها امام انغولا. ونعطيكم حاجه اخرى تانيت، انه منتخب انغولا ليس منتخب بوركينا، ومنتخب بوركينا ليس منتخب انغولا. منتخب بوركينا واللي شاف المباراة منتخب قوي جدا وجدا تكتيكيا، ويعرف من اين تؤكل الكتف. وتاريخيا كنا دائما نواجه صعوبات امام هذا المنتخب البوركينابي، ولكن في هذه المباراة كانت كاين امور جدا ايجابيه وكانت كاين امور جدا سلبيه. نبداو بالامور الايجابيه. في بدايه المباراة منتخبنا الوطني، كما انا تكلمت في الفيديو الماضي قلت لكم انه لازم نلعب المباراة بحيلة، نعرفوا وقتاش نهاجموا ونعرفوا وقتاش ندافعوا، لان المنتخبات الافريقية تخليك انت تلعب وتتعب وبعدين تنقض عليك. كما كان الحال بالماضي استفاق لهذا الامر. بدينا المباراة كنا نهاجموا احيانا، واحيانا نهدوا اللعب، احيانا نعملوا هجمات، احيانا نهدوا اللعب، احيانا نرجعوا ندافعوا حتى ما يخضرناش المنتخب البوركينابي. ولكن إلى غاية الدقيقة 40 بدأت تظهر الأمور السلبية. منتخبنا في آخر الدقائق أصبح يهاجم، وأصبح يعني كما نقولوا إحنا بالدارجة مقلق. حابين نماركو بيوت، حابين نخرجوا من الشوط الأول بتقدم بهدف عن الخصم. هنا المنتخب البوركينابي استفاق إلى هذا الأمر. تقريبا لما الحكم ضاف لنا 4 دقائق شفنا أن المنتخب الجزائري أصبح يهاجم بطريقة جنونية، وهنا المنتخب البوركينابي تدارك الأمر وباغتنا في أول هفوة دفاعية قام بها اللاعب عيسى ماندي واللاعب رامي بن سبعين. يعني أول هفوة في الرقابة باغتونا كرة عالية خلف المدافعين، رأسية تسكن شباك المنتخب الوطني الجزائري. يعني صراحة كما يقول لك تغيظك، لأنه قدمنا شوط رائع. يعني عرفنا وقتاش نهاجموا وقتاش ندافعوا. يعني صدقوني لولا هذا الهدف لكان الشوط الثاني مغاير، لكنا ربما ضربنا منتخب بوركينا 2-0 أو 3-0، ولكن شاءت الأقدار أنه منتخب بوركينا فاسو يسجل علينا هدف في آخر الدقائق. في الشوط الثاني أنا شخصيا كنت ننتظر من بالماضي التغييرات، إلا أنه في أول البدايات قام بإدخال محمد لامين عمورة، تغيير هجومي رائع جدا وجاء في الوقت المناسب. أنا شخصيا عجبني هذاك التغيير. دخول عمورة أعطى إضافة وحيوية كبيرة جدا في هجوم منتخبنا الوطني. لاعب سريع، لاعب قتل الدفاع البوركينابي، وكانت عنده هذيك السرعة العالية، وكان مزعج على دفاع بوركينا فاسو. ولكن أنا جمال بالماضي نلومه من ناحية التبديلات المتأخرة. يعطيك الصحة، يعني تدخلت اللاعب عمورة، وعمورة قام بحيوية هجومية، أربك الخصم، ثم بغداد بنجاح الحمد لله سجل التعادل وعدنا في النتيجة. ولكن ما بعد هذاك الهدف أين التغييرات يا جمال بالماضي؟ الدقيقة 55 هذاك هو الوقت المناسب. المنتخب الوطني الجزائري بدأ يتراجع بدنيا، وسط الميدان بدأ يتراجع بدنيا، الأظهرة أصبحت تستحمل عبء المباراة. لذلك شفنا بعدين خطأ فادح ارتكبه رايان ايت نوري من أمام المهاجم البوركينا. بصراحة هذاك الخطأ قتل المباراة. وشفنا أنه المدرب الأنغولي أدخل اللاعب بيرترون تراوري في الوقت المناسب، في الوقت اللي المنتخب الجزائري عدل النتيجة وبدأ يطيح بدنيا. بيرترون تراوري دخل المباراة وأصبحت زيادة هجومية، وأيت نوري أرهق. لماذا؟ لأنه أنت لما وسط الميدان تاعك يطيح بدنيا تصبح الهجمات المتتالية تتوالى على الأظهرة، وأيت نوري استحمل العديد من الهجمات فارتكب خطأ فادح، وخطأ لا يختلف كثيرا عن الخطأ الذي ارتكبه لاعب بن طالب. يعني أنت تشوف الخطأ اللي ارتكبه أيت نوري والخطأ اللي ارتكبه نبيل بن طالب، تحس أنه هذا اللاعب ما راهش مركز، راه تعبان، راه مرهق بدنيا. أنا بالنسبة لي لما نسجل هدف تعادل، وخاصة
خاصة في دقيقة جميلة، يعني دقيقة 55، دقيقة اللي تقدر تدخل فيها الشايبي وتدخل فيها سليماني وتدخل فيها عوا وتدخل فيها عدة أسماء، لأنه إحنا الحمد لله يا إخوان عندنا دكة بدلاء في المستوى، يعني حتى لا نختلف حول هذا الأمر، إحنا عندنا دكة بدلاء في المستوى ولا تختلف كثيرا عن اللاعبين المتواجدين في أرضية الميدان. يعني كان بإمكاننا ندخلوا فريق آخر يلعب في المباراة. يعني علاش نخليو منتخبنا يطيح لهذيك الدرجه بدنيا باش نقوموا بالتغييرات؟ انا لا الوم تونس ما عندهاش دكه بدلاء، انا ما نلومش لما مدرب المنتخب التونسي لا يجري تغييرات لانه ما عندوش دكه في المستوى. انا لا الوم المنتخب المصري ولكن الوم المنتخب الجزائري. لو شفتوا المباراه تبع المنتخب المغربي عمل 4 تغييرات على دفعه واحده، دخل لاعب الخنوس، دخل الكعبي، دخل بوفال، دخل عده اسماء واعطت الحيويه للمنتخب المغربي. لذلك انا ماذا بي ان نشوف الجزائر تدخل اللاعبين في الوقت المناسب، لانه عندنا لاعبين في المستوى، عندنا لاعبين عندهم امكانيات انهم يقلبوا اي مباراه في الشوط الثاني. ولكن بالماضي استغرق وقتا طويلا حتى قام بتغييرات، وفي ذاك الوقت كنا استقبلنا الهدف الثاني، الهدف الذي كان قاتلا على كل جزائري. ولكن ايا يكن نرجع للأمور الإيجابية، وهي عودة المنتخب الجزائري، شخصية البطل اللي تخليك ترجع في أي دقائق من دقائق المباراة. يعني والله العظيم أنا شخصيا عندي إحساس كبير، إحساس بناء على معطيات أنه البطل راه يبنى في البطولة، البطل راه راح يولد في البطولة. الجزائر من مباراة إلى أخرى تظهر شخصيتها الكبيرة، ومن مباراة إلى أخرى تتحسن تدريجيا. أنا شخصيا نقولها لكم يعني بدون فكاهة أو ضحك أنه هناك عدة أوجه تشابه بين الجزائر في كأس إفريقيا 2023 وبين ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2022. لو تتذكروا ريال مدريد كانت تفوز بهذه السيناريوهات وكانت تتعادل بهذه السيناريوهات وقعدت غير مرشحة إلى غاية أنها أخذت اللقب في دوري أبطال أوروبا 2022. في وقتها لو تتذكروا كانت مانشستر سيتي هي المرشحة، إلا أنها خسرت بسيناريو هيتشكوكي من أمام ريال مدريد. هذه هي شخصية البطل، تعود من الدقائق الأخيرة، ترجع للمباراة حتى لو تكون منهزم وتكون الظروف صعبة. الجزائر راهي تسير على هذه الناحية. أنا والله العظيم أني متفائل، ولكن هذا لا يعني أننا ما نتكلموش عن الأخطاء، لازم نتكلموا عن الأخطاء ونرجع ونقول أنه الجمال بالماضي لازم تغييراته تكون في الوقت المناسب. كاين نقطة أخرى حابين نتكلم عليها اللي هي نقطة بوداوي. في الفيديو الماضي كنت قلت لكم أنه بوداوي مهم جدا كأساسي في المنتخب الوطني الجزائري، إلا أنه بالماضي اليوم اعتمد على سفيان فغولي لاعب رائع في البوكس تو بوكس، لاعب رائع، ولكن بدنيا لاعب تراجع كثيرا. شفناه انه لما بدات المباراة فغولي قدم مباراة في البداية جيدة، حتى هجوميا شفناه يعني كان يصعد لمنطقة العمليات، ولكن مع مرور الوقت شفنا انه فغولي تراجع كثير بدنيا. يعني السؤال المطروح، لماذا لا نستغل قوة بوداوي البدنية؟ بوداوي نفس بروفايل فغولي، ولكن الفرق بينهم انه بوداوي قوي بدنيا. بوداوي على فكرة انا اقولها لكم من هذا المنبر، لو نستغلوه ونعتمدوا عليه ممكن ينشط لنا الجهة اليمنى رانا نشتكوا منها واللي رانا زعفانين منها، لانه رياض محرز ما يدير والو، عطار ماهوش قادر. انا نظن انه بوداوي قد يكون مفتاح الجهة اليمنى. نتمنى والله العظيم نتمنى انه مباراة موريتانيا نشوفوا فيها بوداوي اساسي، لانكم بهذه الطريقة راح تشوفوا وجه اخر لرياض محرز ووجه اخر ليوسف عطال. بوداوي سيكون مفتاح تنشيط الجهة اليمنى، وسيكون ايضا مفتاح تحسن وسط ميدان المنتخب الوطني الجزائري. الجزائر لازم تعتمد على 3 لاعبين قويين في البوكس تو بوكس وقويين بدنيا في وسط الميدان. هذه الامور اللي نقدر نتكلم عليها من ناحيه وسط الميدان ومن ناحيه ايضا تنشيط الجهه اليمنى. وبالنسبه لرياض محرز اخواني الكرام، على بالي به باللي راه مر بفتره فراغ في مباراتين، ما نقدرش نغطي الشمس بالغربال، ما نقدرش نجي عندكم في الفيديو نقول لكم رياض قدم مباراه كبيره، رياض كان الافضل. لا، رياض كان يمر بفتره فراغ، ولكن الهجمات اللاذعه هذه والله العظيم رانا في غنى عنها. والله العظيم يعني نحترم شويه اللاعب، تاريخ اللاعب، اوكي مر بمباراتين يعني خارج الاطار، هذا لا يعني انها نهايه العالم، لا، حتى لاعبين كبار. يعني نعطيكم مثال، بنزيما 2017 قدم مباريات كارثيه مع ريال مدريد، ولكن الجماهير الريال صبرت عليه، قعدت صبرت عليه حتى تشوفوا فيه دا بالون دور. كريم بنزيما بونجاح في وقت سابق قتلناه والله العظيم، يعني في لاكوب داراب طايحين عليه حتى انفيناه من المنتخب الوطني. حاليا راكم تشوفوا اليوم لولا بونجاح لما كنا جبنا هذه المباراة. وبهذه المناسبة نستغل هذا الكلام ونتكلم على بونجاح، والله العظيم نرفع له القبعة. أنا شخصيا كنت من الأقلية اللي دافعت على بونجاح،
بونجاح لاعب لا يلعب فقط من أجل نفسه، بونجاح يلعب لأجل 45 مليون جزائري، بونجاح يحب الجزائر كثيرا، بونجاح مستعد أن يضحي بنفسه من أجل الجزائر. وبهذه المناسبة نحيي بونجاح، لاعب كبير وراح تكون عنده كلمة في المنتخب. على فكرة بونجاح راح حاليا هداف الدورة ب3 أهداف، ووصل للهدف رقم 30 بقميص المنتخب الوطني الجزائري. مهاجم أسطوري، مهاجم يستحق كل التحية والتقدير. ونفس الكلام اللي نقوله على بونجاح راح نقوله أيضا على رياض محرز. محرز يحب الجزائر، محرز يلعب من أجل الجزائر. محرز نعم مر بفترة فراغ ولن أنكر ذلك، نعم مر بفترة فراغ في مباراتان، ولكن ليست نهاية العالم. احنا نعرف شكون هو رياض، على بالنا باللي رياض راح يرجع في أي وقت من الأوقات ويرجع وينقذ منتخبنا الوطني ويقود للتتويج بالتاج القاري بإذن الله تعالى. هذه الكلمات اللي نقدر نقولها على بونجاح ورياض محرز. أنا دائما مع رياض محرز لأني نعرف قيمة رياض محرز، وعلى بالي أنه المرور بفترة فراغ في مباراة أو 2 ليست نهاية العالم، لأنها تحصل مع أكبر لاعبين في عالم الكرة المستديرة. أما الآن إخواني الكرام خلونا نروح للأخطاء التحكيمية. هذه اللقطة الأولى لك تشوفوا فيها يعني لاعب حاكم بونجاح، يعني ما على بالي صراحة هل هي حركة جودو، هل هي حركة من حركات الفنون القتالية. السؤال الذي يبقى مطروح، لماذا الحكم لم يعود إلى الفار؟ حتى لو تقول لي فيها شك وما فيها شك، لماذا الحكم لم يعود إلى الفار؟ لماذا احنا أي خطأ نرتكبه الحكم يعود إلى الفار؟ لماذا عندما يرتكب علينا خطأ في منطقة الجزاء لا يعود الحكم إلى الفار؟ صراحة هناك علامات استفهام. معليش نفوتوا هذه اللقطة ونروحوا للقطة عمورة. الكرة ضربت في يد اللاعب، كاين ناس قالوا لي راهي ضربت في رجل اللاعب ثم في يد اللاعب وما على بالش. لا، لماذا الفار لا يتكلم مع الحكم؟ هي حركة فيها شك، هي حركة فيها شك، هذه لمسة اليد فيها شك، لماذا الحكم لا يعود إلى الفار؟ صراحة هي علامات استفهام تبقى مطروحة. على كل حال وليد صادي قدم شكوى، هذه الشكوى ما نقولش راح تغير أمور، ولكن على الأقل ربما قد تحد من هذه الأخطاء التي ترتكب ضد الجزائر في مبارياته في كأس إفريقيا. إذن إخواني الكرام هذا ما كان في جعبة اليوم. قبل ما ننهي الفيديو حبينا شوية بقى نبين الصورة للناس أنه في حال فوزنا على موريتانيا سنتأهل رسميا إلى الدور الثاني، وأنا راني متفائل لأنه لو ما تفوز على موريتانيا ماذا تفعل في البطولة؟ أنا متأكد أن منتخبنا راح يفوز على المنتخب الموريتاني. منتخب موريتانيا على ما أعتقد خلاص يعني تقريبا راح أقصي من البطولة، لذلك احنا حتكون عندنا رغبة أكبر. أما المنتخب الموريتاني أظن أنه سيكون خصم سهل للمنتخب، خاصة لو أنه المنتخب لا يملك خبرة إفريقية، يشارك للمرة الثانية فقط في تاريخه، لم يحقق أي انتصار تاريخي في كأس إفريقيا، لذلك منتخبنا حتكون عنده كل الحظوظ أنه يفوز ويتأهل بحول الله تعالى. إذن إخواني الكرام هذا ما كان في جعبة اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وفي أمان الله.